يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو اول مره بتشوفيني، انا امل ميك اب ارتست من اسكندريه. لو حابه تشوفي لوكات الميك اب اللي بعملها والصور العرايس وكل حاجه في شغلي، هسيبلك اللينكات بتاعه البيدجات بتاعتي في صندوق الوصف، وهسيبلك كمان رقم واتساب للتواصل. لو حبيتي تستفسري عن اسعار او عن اي حاجه يعني تخص الميك اب وكده، هتلاقيني سايبالك الرقم في صندوق الوصف لو حابه تعرفي اي حاجه. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ونشوف الريفيو. النهاردة بقى يا بنات هيكون عن لوز باودر بتاعت ام ان. الشكل ده انا مش عارفة لو في منها اشكال تانية ولا لا، بس الشكل ده هو اللي معايا يعني، ودي العلبة بتاعتها. طبعا انا برميش العلب زي ما انتوا عارفين عشان اوريها لكم. بصوا اللوز باودر دي الدرجة بتاعتها 2، وهتلاقوا برضو مكتوب على العلبة هنا اهو. بصوا عشان كده مش برمي يعني مش برمي العلب والله، ان بجد بتبقى مهمة. بصوا يا بنات، هي لونها زي ما انتوا شايفين كده زي بينك شوية، بس هي لما بتثبتي بيها الميك اب ما بتبقاش كده خالص، بتبقى شفافة. بيبقى معاها باف سبونج كده شبه دي. طبعا انا عشان استعملتها كتير فلونها اتغير يعني. اللوس باودر دي يا جماعة والله العظيم تحفة، يعني انا ما توقعتش ان هي حلوة كده. انا جربتها من عند اختي عندها يعني وكده، فلما جربتها عجبتني قوي، جربتها على بشرتي يعني عجبتني وكده، درجتها حلوة قوي عليا، فقلت اجيبها اجربها. هي عندي ما بقالهاش كتير يعني، تقريبا من يوم الوقفة بتاعت العيد الصغير. دلوقتي بصور لكم النهارده 29/4/2024، ف يعني انا جايباها من يوم الوقفة مش من كتير، بس انا استعملتها كتير قوي الفترة دي. وعايزه اقول لكم ان هي يعني والله العظيم تحفه جدا وناعمه قوي على البشره. انا جربت قبل كده معاكم في فيديو لوس باودر برضو بتاعت ايريسبون. عايزه اقول لكم اللوس باودر دي غليت جدا، اصلا بقت ب450 واسعار كده عجيبه. عايزه اقول لكم والله العظيم دي على البشره احلى وانعم منها مليون مره، يعني والله 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 احلى منها مليون مره. يعني ام ان بصراحة ابدعوا في اللوس باودر دي، وانا ما ندمتش ابدا ان انا جبتها، وهجيب بقى يعني ممكن اجيب درجاتها كمان. بصوا انا عايزه اوريكم هي ازاي ناعمه. دي كده الباف سبونج بتاعتها زي ما قلت لكم، عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي يعني، طريه وحلوه قوي. بصوا انا هجرب لكم بس كده هنا حاجه بسيطه عشان اوريكم هي ناعمه ازاي. ماشي، هي طلعت هنا اهو. بصوا بصوا ناعمه ازاي يعني، تحفة بجد، تحفة تحفة تحفة. هي مش بيضة كده على فكرة على البشرة، هي شفافة اصلا، بس هي عشان على ايدي افتح من ايدي عشان انا ايدي غامقة شوية الفترة دي. اللوس باودر دي والله العظيم حكاية يعني، لو انت عايزة تجيبي لوس باودر سعرها مناسب وما تكونش غالية قوي يعني، في نفس الوقت تبقى كويسة، فهاتي اللوس باودر بتاعت ام ان دي وانتي مغمضة. بصوا بقى، يعني خلينا متفقين ان كل حاجة غليت، يعني كل حاجة غليت. اللوس باودر دي اول ما طلعت، او مش من اول ما طلعت يعني، مثلا ممكن من سنتين مثلا ولا حاجة، كانت ب35 جنيه. دي نفس الحجم ونفس كل حاجة كانت ب35 جنيه. كنت بشوفها والله ما برضاش اجيبها يعني، بقول لا يعني لوس باودر ب35 جنيه اكيد مش حلوة يعني، مع ان ده مش مبدأ في حياتي والله، مش الحاجة الرخيصة انها مش حلوة، لا يعني في حاجات رخيصة كتير قوي بجربها بتبقى حلوة وبتعجبني جدا. ودي من ضمنهم على فكرة، يعني ان دي تعتبر برضو بالنسبة للماتيريال اللي انا بجيبها في شغلي دي رخيصة جدا. دي سعرها 85 جنيه. الكلام ده وقت ما انا جبتها اللي هو يوم الوقفة بتاعت العيد الصغير، الله اعلم النهاردة بكام، ممكن تبقى غليت تاني. فهي انا عايزة اقول لكم ان هي كانت رخيصة قوي وبقت ب85 جنيه فجأة كده. بس هي بصراحة تستاهل يعني، هي حلوة قوي قوي قوي، ناعمة قوي على البشرة. وعلى فكرة اللون البينك ده مش هو ده اللي بيبان يعني على البشرة، لا هي بتبقى شفافة خالص، هي بس يا دوب بتثبت الميك اب. بالنسبة بقى لتثبيت تحت العين، عشان دي اكتر حاجة انا بجد بخاف منها يعني لما بجرب لوس باودر جديدة او كده. يعني ما حسيتش باي فرق بينها وبين اي لوس باودر تانية مثلا غالية او كده يعني، لا انا شايفاها ان هي حلوة قوي، بتخلي تحت العين كده سموزي كده وناعم وشكلها حلو قوي يعني، حتى في تثبيت البشرة كلها بتثبت البشرة حلو قوي، وما بتغيرش بقى ولا اي حاجة. بس اهم حاجة اهم حاجة، مش عشان اللوس باودر دي بقولك اهم حاجة انك ترطبي بشرتك كويس، مش عشان اللوس باودر دي بس، لا هو عامة
قبل ما تحطي اي ميك اب لازم تبقي مرطبه بشرتك كويس. لو انتي بشرتك جافه رطبي بشرتك كويس قوي على قد ما تقدري، لان بشرتك جافه مش مترطبه كويس هتثبتي البودر هتقشر معاكي وهتغير ويبقى شكلها وحش قوي على البشره، بعدين ترجعي تقولي العيب في اللوس باودر. لا، هو العيب في بشرتك مش في اللوس باودر، او انتي ما عرفتيش تتعاملي معاها صح. وانا عامه هقول لكم برضو الطريقه اللي انا بستعمل بيها اي لوس باودر. يعني بصوا، هي السبونج كده كده فيها تمام، فانا قبل ما بستعملها على بشرتي انا بعملها كده. شايفين اللوس باودر اختفت كأن السبونج ما فيهاش اصلا، بس هي فيها. فانتي ما تجيبيش كمية لوس باودر تلتقيها هنا كده على السبونج بعدين تحطيها على وشك، هتلاقي فجأة وشك يا اما غير يا اما هتلاقيه اللوس باودر يعني انتي طبعا وشك بيبقى كريمي من الفاونديشن او الكونسيلر، فانتي لما تيجي تحطي بقى اللوس باودر بكمية كده هتلاقي بقى بشرتك لطخت كده وبقت حتة فيها لوس باودر وحتة لا. لكن الطريقة دي التركية دي، بصوا زي ما انتوا شايفين، تعملي السبونج كده خلاص هو كأن مفيش اي هنا حاجة، بس هي السبونج فيها لوس باودر، فانت تثبتي بطريقة الطبطبة وبالراحة قوي وتحطي يعني زي ما انتوا شفتوا كده. انا حاطة كمية قليلة قوي، الكمية دي هتثبت يعني منطقة كبيرة في البشرة، مش بكتر الميك اب على فكرة، يعني مش بكتر اللوس باودر نحط كتير عشان نثبت كويس، لا هي كمية بسيطة قوي هتثبت لك الميك اب كويس قوي. وطول ما انتي مرطبة بشرتك وعاملة تكنيك الميك اب صح من اوله لحد يعني مرحلة التثبيت، هتلاقي ان البشرة طالعة معاكي كويسة. اي حاجة غلط حصلت ممكن يكون مش من الميك اب، ممكن يكون يعني عيب تعامل مع بشرتك انتي، او ممكن تكون انتي مش مرطبة بشرتك كويس، مش محضراها ومهيئاها للميك اب كويس. كل دي حاجات بتبوظ شكل الميك اب على البشرة. مش كل حاجة يعني الميك اب هو اللي بيبوظها، يعني لا، في حاجات احنا ممكن نبوظها واحنا بنعمل ميك اب واحنا مناخدش بالنا، او ممكن انتي مثلا ما تبقيش عارفة ان مرحلة الترطيب دي لو ما اتعملتش صح ممكن تبوظ لك الميك اب كله، ممكن انتي ما يجيش في بالك حاجة زي دي. لكن لا، الترطيب ده حاجة اساسي في الميك اب، خصوصا ان هي دي بتبقى اول طبقة بتتحط على بشرتك. يعني احنا اول حاجة بنحطها هو المرطب. ف... فاي حاجة بتتبني بقى على بعد كده يا اما هتبقى كويسة عشان انتي مرطبة كويس، يا اما هتبقى وحشة لان انتي مش مرطبة بشرتك كويس. فالترطيب ده برضو حاجة مهمة جدا، حبيت اكلمكم فيها، معلش لو طولت عليكم شوية بس برضو عشان تبقوا عارفين يعني. المهم يعني ان اللوس باودر دي تحفة جدا، لو عايزة تجيبيها هاتيها على ضمانتي والله هتعجبك قوي. دي رقمها 2 زي ما قلتلكم، وده الاكسباير بتاعها هي من 2023 لحد 2026، يعني معاكي 3 سنين. هي طبعا مش تقعد 3 سنين ولا حاجة، بس هي الاكسباير بتاعها طويل يعني مش قليل. بس فهو ده كده كان الريفيو بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة قوي. لو الفيديو بقى عجبك ما تنسيش تحطيلي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش، وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. بس كده يا بنات، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.